ايه هي اهم الفيتامينات والمكملات اللي انا لو عندي نقص فيها بشتكي من الارق وبيبتدي يحصل عندي ارق؟ هل في معادن او فيتامينات معينة لو حصل لها نقص في جسمي بيبتدي يكون في ارق؟ ايوه في. صباح الخير. من ضمن اهم الفيتامينات والمعادن اللي مهمة جدا اللي واحد منها بس نقصه ممكن يسبب لي مشكلة ارق، اول حاجة فيتامين د. انا لو عندي فيتامين د قليل في جسمي هيبتدي يحصل عندي ارق. فيتامين د نقصه بيسبب مشاكل كتير جدا من ضمنها الارق. طيب لو انا عندي نقص في فيتامين ب 6 وب 12 برضه هيحصل عندي ارق. يعني هو انا مش عايزه اقول لحضرتك ان لو عندك كوابيس وبتنام بالليل نومك فيه مشاكل وبتفضل طول ما انت نايم تحلم باحلام مش متظبطه، ده اصلا نقص فيتامين ب. طب ايه علاقة فيتامين ب بالنوم؟ فيتامين ب من الفيتامينات المنشطة، تمام؟ لما انا باخده بكميات مناسبة الصبح ده بيأثر على جودة نومي وبيخلي نومك مرتاح وهادي. نقص الفيتامين ده برضو بيسبب مشاكل في النوم. المغنيسيوم مهم جدا، المعدن الرايق الهادي اللي بيخليك تنام نوم كويس جدا. انا لو انا عندي نقص في المغنيسيوم برضو مش هنام كويس. طب ناخد المغنيسيوم ازاي علشان خاطر يحسن لي جودة النوم؟ اصلا مجرد نقص المغنيسيوم لوحده ده بيخلي نومك مقطع، تخش في النوم وتصحى، تخش في النوم وتصحى، بيخلي جسمك مش مرتاح. عشان كده من اول الحاجات اللي لما بيجيلي حد بيشتكي من قلة النوم وانا ببتدي ادور معاه بس عايزه له حل سريع لحد ما نعرف سبب المشكلة الاصلية هي المغنيسيوم. بندي مغنيسيوم من 200 ل 400 مللي جرام مرة قبل النوم، واحيانا ممكن نوصل ل 500، خاصة لو عرفنا ان المريض او اللي بيشتكي من قلة النوم ده حد عنده كمان مقاومة انسولين. بتاخد من 200 ل 400 مللي جرام، ولو عندك مقاومة انسولين ممكن تاخد 500 مللي جرام قبل ما تنام، هتحسن جودة النوم جدا. من ضمن الحاجات اللي انا ما بوصفهاش كتير بس احيانا بنضطر نحتاجها، لو انا عندي لخبطه في الساعه البيولوجيه، اللي هو انا كنت مسافر في مكان والساعه فيه مختلفه عن هنا ومن مكان لمكان غيرت، باخدها بتساعدني ان انا اظبط الساعه بتاعتي. الميلاتونين بناخد من نص مللي جرام لحد 3 مللي جرام، في منه تركيز 5 مللي جرام. انا مش بفضله لان ما ينفعش ناخده فتره طويله، بناخده من اسبوعين ل3 اسابيع على اقصى تقدير شهر، وبتبتدي نسحبه بعد كده لان هو كل شغلته ان هو بس بيظبط لك الساعه البيولوجيه بتاعتك. طيب لو انا عندي الكورتيزول عالي وكل الحاجات اللي قلتيها دي انا ظبطتها بس انا لسه مش عارف انام، طبيعي ما هو مستوى الكورتيزول عالي. هل في اعشاب او حاجات معينه تساعدني على ان انا اهدي مستوى الكورتيزول؟ طبعا